مش هقول غير بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني كتير. قولي لابوكي انا رايد بيتك هالليلة واهلي يريدوكي. متهيألي الدنيا حلوة، انا مركز في التليفون فممكن تحصل مشكلة. كلمتين هقولهم كده باختصار يعني. اكيد في تغيير مفاجئ حصل لي الفترة الاخيرة دي. بكتب حاجات وبقول حاجات وبعمل حاجات، بس انا تعرضت لصدمة شديدة جدا. صدمة ما كنتش اتوقعها من الحد اللي انا بعشقه وممكن افديه بروحي وعمري وحياتي كلها يعني، من غير فصال. للاسف الحد ده قلبه قسي عليا قوي. مش جرحني، دبحني. كان مانعني اعمل حاجات وما عملتهاش. حس ان انا بضحك عليه. سأل واتطقص وبدل الشخص 10 هو اللي كان بيقول لي انا سألت وعملت. طب ماشي، الردود كانت ايه؟ كلامك صح ولا كلامك غلط؟ هو للأسف الى الان يعني هو مش عارف يقول ايه. ليه بقى؟ لان هو فكر نفسه ان هو لما هيقول لي كده انا خلاص يعني هقتنع بالكلمتين اللي قالهم لي. طب انا ما قصرتش، انا سمعت كلامك واكتشفت ان انت ظالمني، منتظر مني ايه؟ طب بلاش، انت المفروض تعمل عشاني ايه؟ يعني خلاص انت اكتشفت واتأكدت وصدقت وبصمت وكل حاجة حلوة. منتظر ان انت تعمل ايه بقى؟ يعني ايه اللي المفروض تعمله بقى؟ يعني هتحسن الوضع ده ازاي انت؟ مش عارف والله بجد. انا زعلان جدا جدا جدا. كان المفروض ان انت اكتشفت ان انت ظالمني وان انت سألت واتأكدت ان انا ما بعملش الحاجة اللي بتزعلك دي، فترجع لي في حضني تاني. مش تدوس وتشتري بقى متاع الدنيا، يعني تروح هنا وتروح هنا وتروح عند ناس وتسيبني وتروح تنساني في مكان وتنزلي بوسترات ربنا يخلي لي مش عارف مين ومين ومين. ربنا يخليهم لك ويخليكوا لبعض، انا مش هزعل، بس مش على حسابي. زي ما انا ببقى الدنيا كلها عشانك، ما تجيش انت بقى تدوس عليا عشان حد غيري. لا، يلا ربنا يهديك. سلام.